السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي اقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم خبز فوكاتشا الايطالي بطريقه سهله وبسيطه، واكيد غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم اللي تيحماقوا عليه بزاف بزاف. تيجي جدا جدا رائع ولذيذ، والاهم انه بسيط التحضير، ما فيش بزاف ديال المكونات او بزاف ديال المقادير. كاقتراح هكا للكوتي او للفطور. صراحه تيجي سهل التحضير ولذيذ، وكما قلت لكم فيه مكونات اللي هما بساطين بزاف ومتوفرين في كل بيت. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو زلافه ديال الدقيق الابيض، معلقه ديال خميره الفوريه اللي هي خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، شويه ديال الازير، ربع كاس حتى نص كاس ديال زيت الزيتون، والماء دافي لجمع العجين. بالنسبه للازير من الاحسن هكا يكون عندكم طري، لما كانش عندكم طري ممكن تستعملوا اليابس. الخميره الفوريه معلقه، الا ما كانش عندكم هكا حبيبات ممكن تستعملوا المعجونه. صافي غادي نمشيو اول حاجه غادي ناخذوا واحد الكاس، غنضيفوا فيه داك العجينه عفوا الخميره والسكر سنيده، وغادي نضيفوا لهم ماء دافي، وغادي نخليهم حتى يندمجوا مع بعض ويطلقوا. عاد غادي نمشيو نبداو العجين. صافي تناخذوا الدقيق الابيض لي زلافه، زلافه تحط لكم تقريبا واحد جوج ديال هذا الخبز هذا، يعني كبار، انت تحط الكميه لا باس بها. هنايا غادي نضيف ليه داك الخميره اللي دمجنا او خلطنا مع سنيده، وغنضيف الملحه وزيت الزيتون. هنا تقريبا درت ربع كاس حتى نص كاس، كما درتو زيت الزيتون كما تيجي هذا الخبز لذيذ ورطب وتيجي هكايا رائع بزاف بزاف، وتيجي مميز بهذاك المذاق ديال زيت الزيتون اللي تيعطي واحد الهشاشه ولذه رائعين. هنا غادي نضيف الماء اللي هو دافي بشويه بشويه هكا باش نجمعوا العجين. اللي ما متوفرش عنده العجينه ممكن تعجنوا غير بايديكم، غير هو خاصكم هاد العجين هادي تدلكوها مزيان مزيان، وكتكون شويه العجين ما كتكونش قاصحه، كتكون شويه خفيفه. انا غنوريكم القوام ديالها. هنا تنبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على القوام ديال العجين اللي بغيت. هنا تقريبا درت 2 دقائق، ممكن ديروا اقل من 2 دقائق لان غير شويه ديال العجين في ساعه تتدلك. صافي وتنبقاو نضيفوا الماء تدريجيا حتى كتجمع لنا داك العجين. هاد النوع من هاد الخبز هذا اللي تيجي صراحه بسيط سهل التحضير وتيجي لذيذ بزاف بزاف، وكان ممكن يعني نوعوا في التحضير ديالو، كنوعوا في الاضافات ديالو. ممكن تضيفوا معاه بزاف د الحوايج اللي هما غنقولهم لكم من بعد ملي غنكون كنحضر فيه. صافي هنا كنخلي العجين ديالنا كتعجن كما تشوفوا. القوام راه تيكون ماشي قاصح كما تبان لكم العجينه، راه كتكون خفيفه شويه. ضروري هكا باش يجي الخبز يجينا رطب وتيجينا هكايا هش، ما تيجيناش قاصح وصلب، لا تيجينا هكايا الخبز هكا مفشفش يعني مزيان. انا غنوريكم القوام ديالو كيفاش تيجي رائع جدا جدا. صافي تنخليو هنايا العجين تدلك مزيان كما قلت لكم. اللي غتدلكوها البنات اللي ما عندهمش عجانه حاولوا تدلكوا العجينه مزيان مزيان. صافي غنسد عليها ونخليها تدلك مزيان، ومن بعد غادي نرجعوا نحلوا عليها العجانه ونشوفوا العجين ديالنا. صافي من بعد ما حيت العجين من العجانه غادي نمشي نديرو دهنتو بشويه ديال الزيت المائده ودرتو هكا في واحد الاناء وغطيته بالسلوفان
وغادي نخليه حتى كيرتاح مزيان مزيان، ضروري يرتاح ويتضاعف الحجم ديالو 3 اضعاف هكاك. عاد من بعد غنمشيو نكملوا بقيه التحضير. بالنسبه للعجين بعد ما ارتاحت كنخليوها على كنحصلوا على هاد العجين هذا ارتاحت وتضاعف الحجم ديالها. غنمشيو دابا باش انا هنايا قسمتها لجوج ديال القطع. صافي كنمشي كنحيد من داك الهواء، كنخويها من داك الهواء صافي، وتنقسمها على جوج ديال القطع. لاني حاشي بعجينه غادي نديرها غير بالازير، وعجينه طرف يعني قطعه اخرى غنديرها ب بالزيتون، الزيتون الاسود. صافي انا كناخذ العجين نسرحها هكايا في هاد الطاوه هادي اللي دهنتها بطبيعه الحال بزيت الزيتون او زيت المائده اللي تتفضلوا. صافي تنمشي نسرح العجين ديالنا كما تشوفوا القوام ديالها كتكون خفيفه. صافي تنحاول نوزعها هنايا ديك الطاوه، راه عندي تقريبا ما كبيراش بزاف غير صغيره. كما شفتوا هنا العجين كنوريكم في الفيديو هكا راه كتكون مدلوكه مزيان وفيها دوك الفقاعات وخفيفه. ضروري ما تكون العجينه خفيفه هكا باش تجينا ديك الخبز يجينا هكا يرطب وخاوي. صافي انا كما شفتوا كنحاول نوزعها على ديك الطاوه كلها على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نمشي هكا غناخذ الاصابع ديالي وكنتكهم هكايا باش بحال كديروا واحد الثقب في هذاك العجين اللي هو غنكبوا فيهم ديك من بعد زيت الزيتون. ضروري نديروا لهاد العمليه هذه. صافي كنشدوها كلها كنحاولوا بحال نديروا فيها دوك الثقب هكاك. وغادي نمشي ناخذ زيت الزيتون تقريبا واحد الكاس لاروب ديال زيت الزيتون، وغادي نصبوا من الفوق ديال العجين على هذا الشكل هذا. غنحاول نغرق هذيك العجين بزيت الزيتون تقريبا واحد حيت انا هنا الطاوه كما قلت لكم عندي صغيره، راه تقريبا كنحتاجوا واحد كاس لاروب حتى نص كاس. شوفوا نتوما وكيفاش تبغيوها، واش تبغيوها فيها الزيت بزاف او قليل. المهم انا هنا تقريبا درت شي كاس لاروب هكاك. صافي كنحاول هكا نصب داك زيت الزيتون في البلايص اللي باقي ما واصلش ليهم. وغادي نمشي ناخذ هذوك الوريقه ديال الازير وغادي نوزعهم فوق من هذاك زيت الزيتون او من فوق هذيك العجين على هذا الشكل هذا. ممكن ديروا اي حاجه، ممكن الا كانت عندكم طوماط سوغيز ديروها فوق منه، ممكن ديروا الفرماج، ممكن اي حاجه بغيتو. ممكن كما قلت لكم انا غندير معكم وحده بالزيتون الاسود، ممكن ديروا الزيتون الاخضر، ممكن ديروا اي حاجه ممكن ديروها معها، راه تجي لذيذه بزاف بزاف ورائعه وسهله التحضير هكا كاقتراح الكوتي. كما تشوفوا هنا من بعد ما درت زيت الزيتون والازير خليتها حتى كتخمر مزيان وكتبان لكم طلعات هنا كتبان لكم الحجم ديالها ما بقاش كيف كان، يعني خمرات. خليتها تقريبا واحد 25 دقيقه على حساب الجو واش سخون ولا بارد. خليتها حتى خمرات، من بعد كندخلوها الفران كنطيبوها الطياب ديال الخبز العادي، كندخلوها الفران كنشعلوا لها العافيه من التحت وكنخليوها حتى كطيب وكيبان لنا التحميره بدات كتطلع لنا من الجناب. عاد كنشعلوا لها الفران من الفوق وكان هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي على هذا الشكل هذا، تتجي لذيذه ورائعه بزاف بزاف وتتجي صراحه جد 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 مميزه. وداك المذاق ديال زيت الزيتون والازير تيعطي واحد النكهه اللي رائعه. صافي هنا كما تشوفوا غادي نمشي ندير اللي بغيتو. ممكن هكا ملي تخرجوها من الفران تكون باقا سخونه حكوا فوق منها الفرماج
او ممكن ديروا فيها قطع ديال الفرماج في الاول هكا تكون فيها. كيما قلت لكم ممكن تضيفوا اي حاجه تضيفوها معها تتجي لذيذه وزوينه. صافي انا درت واحد شويه ديال الفرماج محكوك هكايا من الفوق باش يزيد واحد اللذه واحد المذاق. ما بغيتوش يعني بغيتو تستغناو على الفرماج او متوفرش عندكم ممكن تخليوها غير هذاك المذاق ديال زيت الزيتون والازير راه يكفي يعني تتجي لذيذه بزاف. صافي هكايا ممكن كاع الا بغيتوها كديروها كانت بردات معاكم ممكن ديروا فيها الفرماج وتعاودوا ترجعوها للفران واحد شويه هكا بين ما داب داك الفرماج وتعاودوا تخرجوها. وكان هذا هو الشكل ديالها كيف ما تشوفوا راه كتجي طالعه وكتجي من التحت والداخل كتجي هكايا قطنيه وكتجي لذيذه بزاف بزاف وهشه وداك المذاق كيما قلت لكم ديال زيت الزيتون اللي تيطيب فيها راه تيعطيها واحد صراحه لذة زوينه. صافي انا غادي نمشي نقطع معكم واحد الطرف هكا باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. في الطياب ديالها في الفران ما كتاخذش واحد الوقت بزاف تقريبا 15 دقيقه كطيب بالزربه كما قلت لكم. هذه راه كاقتراح الفطور ولا الكوت راه بالزربه تتوجد. كما تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كتجي قطنيه وتجي هشيشه وخفيفه. كما شفتوا انا بدا الوليدات كتعجبهم بزاف بزاف وكت ياكلوها هي هكاك بلا اتاي بلا حتى حاجه. كندير لهم بعض المرات هكا في العشيه تعجبهم نحط لهم هكا وتيبقاو ياكلوا فيها صراحه تيحماقوا عليها زعما تيحماقوا عليها تعجبهم. وهكا وتنخليها حتى هكا يفطروا بها الغد. لكن درتها في العشيه واخا ما تيخليوش ليها راه تندير هاد الطاوات تنديرهم بجوج. تندير وحده هكا كتعجبني هذه بالزيتون تندير هذيك وما تيخليو فيها حتى شي حاجه حيت تجي لذيذه بزاف. هنا كما تشوفوا درت فيها هذه كنت نفس العجينه ونفس هذا غير زدت عليها تكيت فيها الزيتون الاسود حتى هي نفس الشكل كما تشوفوا تجي هكا لذيذه وخفيفه وقطنيه. وعاد خلاص صحيه يعني زيت الزيتون طيب فيها راه اكيد غيعطيها واحد المذاق ولذة. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال خبز فوكاتشا الايطالي تاع اليوم. كما قلت لكم انا عطيت لكم غير بالطرق اللي تقريبا تقليديه والطرق اللي يعني معروفه بهم. ممكن نتوما كما قلت لكم تضيفوا اي اضافه ممكن تضيفوها راه طوماط سوريز هكا تكو فيها وتدخلوها الفران الفرماج اي حاجه ممكن تضيفوها راه كتجي بها لذيذه ورائعه. كان هذا هو لا فيديو. نتمنى ان شاء الله اللي غيشوف اول مره القناه ويعجبو لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعم بلايك لا فيديو. والسلام عليكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.